مالك العمارة قرر يوفر فلوس فجاب طوبة مقاسها صغير، والبنا اشتغل غلط فللأسف ظهرت مشكلة. هقولك في الفيديو ده ايه المشكلة وايه طريقة حلها. الطبيعي ان أعمدة السور بيكون عرضها 25 سنتي، ومقاس الطوبة الستاندرد أو مقاسها الصحيح بيكون 25 سنتي في 6 في 12، يعني مقاس الطوبة نفس عرض العمود. فلما بنيجي نبني الطوبة جنب العمود بتكون الطوبة مقاسها نفس مقاس العمود، وبيكونوا ماشيين مع بعض وش واحد، سواء كنا هنصب الأعمدة الأول وبعد كده نبني أو العكس، هنبني وبعد كده هنصب الأعمدة. ولما بتكون الفيلا أو العمارة فيها بدروم فبيكون عندنا جزء سفلي بنبنيه الأول، ده اسمه الحطة السفلية من السور، وجزء علوي بنبنيه بعد كده اسمه الحطة العلوية من السور. وطبيعي جدا إن عرض أعمدة السور في الحطة السفلية بيكون نفس عرض أعمدة السور في الحطة العلوية، والمفروض برضو إن مباني السور في الحطة السفلية بتكون موزونة أو ماشية مع مباني السور بتاعة الحطة العلوية، يعني ماشيين مع بعض سواء كان وش عمود أو لأ، وموزونين على بعض بميزان الخيط. المشكلة اللي هوريها لك دلوقتي حصلت بسبب اختلاف مقاس الطوبة في الحطة السفلية للسور عن مقاس الطوبة في الحطة العلوية للسور. الحطة السفلية للسور كانت عبارة عن أعمدة عرضها 25 سنتي وتقفل عليها بطوب أسمنتي مقاسه 25 سنتي بنفس عرض العمود. فلو خدت بالك كده في الحطة السفلية للسور هتلاقي إن الطوب ماشي مع الأعمدة وش واحد. أما بالنسبة للحطة العلوية للسور فبرضو عرض الأعمدة اتعمل 25 سنتي زي عرض الأعمدة في الحطة السفلية للسور، ولكن الطوب الطفلي أو الطوب الأحمر بتاع الحطة التانية من السور هتلاقيه مش ماشي وش نضيف مع العمود، وفي نفس الوقت مش موزون على طوب الأسمنتي بتاع الحطة السفلية من السور. والمشكلة دي ظهرت بسبب إن العميل حاول يوفر شوية في تكلفة طوب السور فجاب طوبة مقاسها 22 سنتي، وهنا ظهرت المشكلة. البنا خلى الطوبة وش نضيف من بره واحترم العمود من بره، فاتبقى 3 سنتي فرق بين مقاس الطوبة عن مقاس العمود. العمود 25 سنتي والطوبة 22 سنتي. فلما البنا عمل كده بقت الحيطة سايبة العمود 3 سنتي وشكلها وحش جدا، ده غير ان الحيطة ما بقتش ماشية ميزان مع الحيطة اللي تحت بتاعة الحطة السفلية. والطبيعي هنا ان الحيطة تكون ماشية وش عمود من جوه حتى لو مقاس الطوبة صغر، علشان الحيطة العلوية تبقى موزونة على الحيطة السفلية وتكون ماشية وش عمود زي الحيطة اللي في الحطة السفلية. أما بالنسبة لحل المشكلة اللي حصلت دي فحله هيكون في مرحلة المحارة، إن هيكون في تربية في المحارة في الباكيتين اللي اتبنوا غلط دول، علشان الطوب يمشي وش نضيف مع الأعمدة زي السور اللي تحت، ويكون شكله كله واحد متناسق مع بعض.